تقليل التعرض للضوء الأزرق الخارج من اللابتوب أو من الموبايل بيحسن البصر بشكل ملحوظ. بس قبل ما أكمل لك هذا الفيديو بدي إياك تشترك بالقناة، لأنه أغلبكم بيشوف الفيديوهات من دون ما يشترك. الضوء الأزرق المنبعث من شاشة التليفون أو اللابتوب ممكن يزيد مستويات الكورتيزول، بس مو هون المشكلة. المشكلة إنه الكورتيزول يساعد على اليقظة وأنت بالليل بدك تنام. ثانياً، الكورتيزول ممكن يضر بالشبكية، فلذلك ينصح بعدم استخدام الهاتف أثناء النوم. أكثر من 50% من ضوء الشمس بيحتوي على شيء اسمه الأشعة تحت الحمراء، والأشعة تحت الحمراء جدا مفيدة لصحة العين. طبعا هيك بتحكي الفرضيات. الزيوت النباتية مثل زيوت البذور، وأنا دائما بنبه منها من خلال فيديوهاتي السابقة، من أكثر الزيوت سوءا لصحتك. ليش؟ هي الزيوت ممكن تتراكم بالأعصاب، والشبكية يا صديقي هي عبارة أصلا عن عصب. لذلك كثرة استخدام هي الزيوت رح يؤدي لتراكم هي الدهون بالشبكية، وبالتالي رح يؤدي لرؤية سيئة. من الأشياء كمان يلي بتمنع العمى الليلي وهي موجودة بكل البيوت البيض. صفار البيض يا صديقي بيحتوي على الفيتامين A أو الفيتامين A، بالتركي A بالإنجليزي. وفيك كمان تضيف الزنك للفيتامين A، لأنه الفيتامين A مشان يشتغل بشكل كويس لازمه زنك. الزنك بكل بساطة بتجيبه من اللحوم الحمراء. أخيراً بحب أحكي إنه الشبكية بتحتوي على عدد هائل من عضي الميتوكوندريا اللي نحن حكينا عنه من قبل. الميتوكوندريا لحتى تشتغل بشكل كويس لازم تتبع نظام غذائي خالي من الخبز أو خالي من الكربوهيدرات. ولو عجبك هذا الفيديو، أنا الدكتور بشر الكيلاني بتمنى تشتركوا بالقناة، ولو أنت مانك مشترك عندي على اليوتيوب اشترك فوراً.